في حلة واحدة هنحضر غدا النهاردة بمنتهى السهولة. فراخ مع رز مبهر، قولوا بقى عليها برياني، قولوا عليها كبسة، المهم ان هي بتتحضر على طول يا جماعة، وفي حلة واحدة، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود. تعالوا بقى نصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي. بصوا بقى، اول حاجه بجيب حله وبحط فيها معلقتين كبار من الزيت ومعلقتين كبار من السمنه. لو عايزه تحطي سمنه بس ماشي، لو عايزه تحطي زيت بس ماشي، مفيش اي مشكله. بعد ما الماده الدهنيه بتاعتي تسخن بنزل بقى عليها الفراخ. عايزه بقى تجيبي وراك، عايزه تجيبي صدور، عاوزه تجيبي فرخه كامله زي ما انا عامله، اللي انت عاوزاه المتوفر عندك طلعيه واعملي الوصفه دي. هنزل بقى شويه كده، معلقه كده صغيره من الفلفل ومعلقه صغيره من الملح. بقلب بقى الفراخ. عايزه الفراخ دي تاخد اللون محمر كده، يعني تفضلي تشوحي فيها كده لغايه لما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. وعلى فكره يا جماعه، الفراخ كده بتستوي اصلا، لما بتقعدي تقلبي فيها كده اصلا في الماده الدهنيه بتستوي، بس طبعا مش سوا كامل، هي بتستوي بس ايه، يعني إيه، نص سوا. تمام، لان هي لسه بقى تاخد السوا الكامل مع الرز. بنقلب بقى الفراخ لغايه لما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. انا بقى عايزاها تبقى لونها ذهبي كده. تمام كده. بعد ما تاخد اللون ده بشيل بقى الفراخ من الماده الدهنيه بتاعتي، بتنقليها بقى في طبق تاني. تمام، بس انا اهم حاجه عندي تاخد اللون الاحمر والقمر اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده. بعد ما بشيل الفراخ بقى وبحطها في طبق تاني بره، نفس بقى الماده الدهنيه اللي انتي حمرتي فيها الفراخ، هي طبعا نطلعها بقى بهريس الفراخ بقى. هنحط فيها إيه، لو عندك بهارات برياني او لو عندك بهارات كبسة. انا كان عندي هنا متوفر عندي بهارات البرياني دي، إيه حطيتها، وحطيت كمان عود قرفة اللي هو الصحيح ده، ولومي من اللي هو الليمون المجفف ده. تمام. بقلب بقى كله مع بعضه كده. عايزه اقول لك يا حبيبتي، حبايبي، يعني عايزه اقول لكم ان البهارات دي ممكن تجيبيها من عند العطار، او ممكن كمان تشتريها من السوبر ماركت، مكتوب عليها بهارات كبسه او بهارات برياني. تمام. بنزل كمان نص معلقه صغيره كده او معلقه صغيره من بهارات الفراخ، وبنزل كمان 4 فصوص او 5 فصوص من الثوم مفرومين في الكبه، وعليهم كده نص معلقه صغيره من الزنجبيل. تمام. دي البهارات اللي انا استخدمتها اهو. بعد كده بنزل بقى فلفل الوان اخضر واصفر واحمر، بنزلهم كده على البهارات بتاعتي، باخدهم بقى تقليبه زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى، انا جايبه هنا مكعب مرقه دجاج، عاوزه تضيفيه ضيفيه، مش عايزه تضيفيه براحتك خالص، مش لازم، بس هو بيدي طعم تحفه للوصفه. بقلب بقى المرقة الدجاج كده والتوابل اللي احنا حطيناها في الاول مع الفلفل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني لمدة كده إيه دقيقة، بحيث بس ان ايه الفلفل إيه يدبل معايا سنة. بعد كده بنزل بقى إيه اللي هي الشطة كده الحراقة دي، لو عايزين تقطعوها قطعوها، لو مش عايزين تقطعوها عندكم اطفال حطوها كده، وبعدين كليها انت بقى في الاخر لو انت بتحبي الحاجة سبايسي. بعد كده بنزل بقى كمان ليمونه متقطعه شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الليمونه برضو يا جماعه لما بتقطعي، اللي هو الليمون الفريش، لما بتقطعيه وتحطيه بيدي في الاخر طعم تحفه. بعد كده بقلب بقى كل الكلام ده مع بعض كويس جدا، عايزه كله بقى ياخد من طعم كله كده، وتشمي ريحه التوم كده. بعد كده بتنزلي الفراخ اللي انت شوحتيها في الاول وخدت لون الاحمر، بتشوحيها بقى في كل الحاجات اللي انت حطيتيها، التوابل والفلفل الالوان، بتفضلي بس تشوحي فيها كده لمده 10 ثواني، بحيث بس ان هي ايه تتشمع كده بالحاجات دي. تمام. بعد كده بتكوني بقى غاسله كوبايتين من الرز البسمتي. انا مش بنقعه يا جماعه ولا حاجه، انا بس بغسله وبصفيه وخلاص، مش بنقعه. بتحطي بقى الرز بتاعك وبتقلبي الرز بقى في الفراخ كده والتوابل، عايزه اقول لكم بيبقى مفلفل كده وتحفه. بعد كده بنزل بقى معلقه صغيره من القهوه العربي، لو متوفر عندك بتنقل الوصفه لمكان تاني خالص. وهنزل كمان معلقه صغيره من البابريكا. ودي كل التوابل اللي انا حطيتها النهارده. تمام. بعد كده يا حبايبي بنزل برضو يعني نص معلقه صغيره من الملح. ماشي. احنا حاطين مكعب مرقه دجاج، بس انا هضيف بس نص معلقه صغيره عشان بس تظبط كده الطعم.
تمام، نص معلقه بس. بعد كده حبايبي بقلب بقى الفراخ مع الرز. عايزه اقول لكم يا جماعه لما تعملوا الحركه دي في الرز، ممكن تكونوا شفتوا بتشوفوا الحاجات دي النهارده حصري، لكن انا بجد لما جربت الوصفه دي قلت لازم اوريها لكم وبعملها ازاي، عشان بجد طعمها تحفه وسهله وبسيطه، وفي حله واحده هتحضري احلى غدا، احلى كمان من المطاعم. بتقلبي بقى اللي بتقلبيهم كويس. بعد كده بتغلي بقى كوبايتين ونص من الميه. على كل كوبايه رز بسمتي بنزل كوبايه وربع من الميه، تمام، تكون الميه مغليه. بتحطيها بقى وتسيبيه يغلي بس لمدة 3 ثواني 4 ثواني. بعد كده بتوطي عليه خالص، وتسيبيه كده على النار لمدة نص ساعة على نار هادية، تمام. بعد كده بيطلع معاكي بقى بالقمر والتحفة اللي انت شايفاه ده. عايزة اقول لكم يا جماعة ريحته كانت قلب الشقة. الفراخ واخدة من طعم بقى الرز والتوابل، والرز واخد من طعم الفراخ المستوية معاه. عايزة اقول لكم بجد تحفة تحفة تحفة. يعني هتعملوا الوصفة دي يعني هتعملوها كذا مرة في الاسبوع، مش هتكتفوا كده بمرة واحدة. حلوة جدا، هتاكليها اكنك قاعدة في احسن مطعم، اكنك كده سافرتي الخليج بتاكليها هناك. بجد يا جماعة عملتها تحفة، لازم تجربوها بطريقتي. شايفين بقى الرز مفلفل والفراخ مستوية وكل حاجة قمر قمر. زي ما قلتلكوا لو عايزين تقطعوا الشطة السبايسي دي، لو عايزين تقطعوها مع الفلفل الالوان قطعوها، لو عايزينها حراقة اكتر، لو مش عايزينها حراقة قوي حطوها صحيحة كده. ولو عندكم فلفل اللي هو الصغنون خالص دوت، اصغر من ده كمان حطوه، بيبقى حلو قوي. بصوا بقى، عايزه اوريكم بس الرز مفلفل ازاي، شايفين؟ تحفه تحفه. والفراخ دايبه دايبه دوبان كده، هتدوب في بقك. شايفين الرز مش معجن ولا لازق في بعضه ولا ني ولا اي حاجه. اعملي بس زي ما قلتلك، على كل كوبايه رز بسمتي كوبايه وربع من الميه. وزي ما قلتلك بقى الفراخ من جوه دايبه. بصي انا اصلا بحط المعلقه كده، بصوا طلعت على طول. انا عايزه اقول لكم دايبه دوبان. تحفه يا جماعه، لازم تجربوها بطريقتي. يا رب بقى الوصفه تعجبكم، جربوها بقى ومش هتندموا. عايزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي. فعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل وصفاتي الجديده. بحبكم قوي، واستنوني بقى في وصفه جديده وفيديو جديد. ومع السلامه، وباي باي.